السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا يا جماعة سمعنا عن خبر استشهاد جندي المقاتل على الحدود الإسرائيلية، على الحدود المصرية الإسرائيلية. طبعا كلنا زعلنا على الخبر، بس طبعا كان في خبر تاني أكتر فرحا وأسلج صدورنا، إن تم إقصاء 3 من الإسرائيليين و2 في حالة خطيرة. يعني 3 اتقتلوا من الجنود الإسرائيليين و2 في إصابة في حالة خطيرة، ونتمنى ال2 كمان يحصلوا ال3 عشان خاطر يبقى 5. طبعا احنا كلنا حرفيا كده فداء لبلدنا وفداء لوطننا وفداء لتراب بلدنا، حتى لو كنا احنا هنروح بس بلدنا تعيش وتفضل مهما كان. الجندي المقاتل ما فكرش لحظة ان هو يعني يفدي روحه عشان خاطر احنا نعيش. فتحية مننا لكل شهيد ضحى بروحه وضحى بعمره عشان خاطر احنا نفضل وبلدنا تفضل ونعيش. طبعا زي ما قلت لك، افتخر ان انت مصري، وافتخر ان انت تحت جيش وقيادة، جيش حر وقيادة حرة بتدافع عن بلدها، حتى لو هم دمائهم هتروح، المهم بلدنا تفضل. فتحية ليهم جميعا مننا كمصريين. طبعا القصة باختصار، الجندي المقاتل بيواقف على الحدود المصرية بيدافع عن أرض وطنه، في جماعة مهربين بيهربوا مخدرات، فطبعا هو اعترض طريقهم فدخلوا الحدود الإسرائيلية، فبدأوا بإطلاق النيران، فبدأ هنا بإطلاق النيران، فإطلاق النيران كمان من الجهة الإسرائيلية، فبدأ برضو إطلاق النيران برضو من الجندي المصري الشهيد، فأقصى منهم 3 و2 في حالة خطيرة. وطبعا هم مش قدروا على الجندي المصري الا بعد ما ذخيرته خلصت، يعني شايف كمان بعد ما ذخيرته خلصت هم قدروا على الجندي المصري. فطبعا الجندي المصري هو دلوقتي في منزلة الشهداء، وفي اعلى منزلة من منازل العليين، طبعا الشهداء اللي بيدافعوا عن ارض وطنهم واللي بيموت دفاعا عن دين ووطن. فطبعا بنقول لاهله ما تزعلوش، ابنكم في منزلة الشهداء. برضه بنوصل برضه معلومة تانية وملحوظة تانية يا جماعة، ده جندي واحد بس وعمل كده، خلى بلد بأكملها، بلد بأكملها حرفيا تنام مسيلة دموع دم. ما بالكوا بقى لو جبنا لكم كتيبة كده هتعمل فيكوا ايه؟ ان شاء الله النصر قادم، وكلنا كمصريين فداء لأرض بلدنا وأرض وتراب بلدنا، وفداء ليها جميع احنا كلنا. فلما يكون في مشروع حرب هتلاقي فعلا 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 100 مليون شهيد مصري، رجال ونساء أطفال ورضع، كلنا حرفيا شهداء على أرض بلدنا عشان ندافع عنها مهما حصل. احنا كلنا فداء لأرض وطننا. طبعا تحية لكل الشهداء وتحية لأهل الشهداء.